البنات السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. غنشارك معكم هاد خبز الشاورما او الكباب. كيجي رائع البنات، رقيق وزوين لذيذ. تقدري تعمريه بالدجاج كما غندير انا، والبطاطا فريت وشلاضه. تقدري ديري بالكفته اللي يعجبك، تقدري ديري فيه الحوت اللي يعجبكم البنات. المهم الطريقه راها سهله. لايك البنات ما تنساوش، واشتركوا الا كنتوا اول مره كتزوروني. ومرحبا بالناس اللي عاد انضموا معايا للقناة. هنا عندي زلافة ونص ديال الدقيق الابيض وزلافة ونص ديال الفينو. صافي البنات غادي ندير شوية ديال الملح على حسب الذوق، وغادي ندير الماء شوية دافي، ما سخون بزاف ما بارد. صافي وغادي نجمع، ما غادي ندير لا خميرة لا حتى شي حاجة البنات. كيجي رائع هاد البطبوط وكيتنفخ على بعضياتو، راكم غادي تشوفوا معايا. المهم دلكت مزيان العجين، وغادي ضروري نخليوه يرتاح. هانتوما البنات كنغطي عليه بواحد البلاستيك غذائي ونخليوها ترتاح باش تسهل علينا نقرصوها من بعد. ندوز دابا باش نوجد الدجاج. عندي هاد البيستيكات، هاد الطريفات ديال الدجاج اللي قطعت، بديت كنقطعهم خلاص شرائح طوال بحال هكا، ولي بالاختيار في التقطاع اللي يعجبك. كيف ما بغيتي ديريهم. انا درتهم بهذا الشكل هذا، وكندير عليهم زيت الزيتون في واحد المقيله. وغادي نضيف العطرية اللي ضروري منها، شوية ديال التحميرة، سكينجبير، شوية البزار وشوية د الملح، ودرت حتى شوية ديال الخرقوم حيت بغيت شوية اللون يكون فيه، ما بغيتوش يجيني لونه أبيض. يعني كان الخرقوم كيعطيه المذاق ويعطيه شوية ديال اللون. المهم هنا عندي معلقة ديال المايونيز باش غادي تعطينا الطراوة لهاد الدجاج هذا. وكندير معلقة ما عمراش مزيان ديال الزبدة، وراني ضفت الزيت كما شفتوا معايا في الاول. كنخلط الزيت والزبده. الزبده البنات كتجيبو بنين بنين وكيجي فتي، كيطيب دغيا ما كيتعطلش. كنخليه البنات حتى كيطيب مزيان مزيان. وما نساوش راه هذوك الشرائح ديال الدجاج راه فيهم عصره، فيهم الحامض مزيان مزيان. يعني غتجينا حتى واحد المذاق ديال الحموضه في الدجاج، جانا بنين بزاف الصراحه. هنا عندي العجين اللي غادي نكورهم قريصات صغيورين باش نقرصهم بحال شكل البطبوط، غير هو يكون رقيق رقيق ويكون على شكل مستطيل. يعني باش نسهلها عليا تجيني داك الساندويتش يكون شويه طويل. صافي نقطعها بحال هكا غير صغار، يعني ماشي كبار بزاف. ملي غادي نبدا نشرحهم بسميتو بالدلاك راه كيجيونا كبار. هانتوما غتشوفوا معايا غير كنسرحوهم كيعطيونا واحد الحجم لا بأس به، يعني راه قد الساندويتش اللي كيكون كيتباع في الزنقة. هانتوما البنات شتي راه كنرققوهم بزاف بزاف، ضروري ضروري ما ترققوهم. ومن بعد كنحطها ترتاح وصافي. كنعاود ناخذ قريصه اخرى. ما غاديش نطول عليكم، راكم شفتوا الفيديو غير قصير ما طويلش بزاف، غير 6 دقائق. غادي نفس القريصه نقرصها وصافي، ونستمر حتى نكمل كاع القريصات اللي عندي. هذيك الكميه راه لاحت ليا كميه كثيره. عمرت اللي قسم الله المال الدار والشي الاخر كنخليوه في الكونجيلاتور. الوقت اللي كيكون ما عندناش الوقت راه غير كنصايبو غير الدجاج وكنعمرو وكنلقاو الخبز موجود. صافي هنا درت المقله حتى سخنات، وغادي نبدا خليتهم البنات ترتاحوا. وغادي نبدا دابا نطيب. راهم دغيا كيتنفخوا، كنبقاو نقلبوهم على هاد الشاد وعلى هاد الشكل، وكيبقاو يبداو يتنفخوا، كيتفرق على بعضياتو كيجينا على هاد الشكل هذا. نتوما تيتنفخ وكيسهل عليك حتى تعمريه، واخا راه رقيق وفي الماكله ديالو جا زوين الصراحه. كتعمريه بشلاضه، بطاطا مقليه، شويه لي طرونش ديال البصله ديال البطاط، ديال المطيشه. كيجي واحد الساندويتش بنين بنين بنين، يعني خبز الكباب بمعنى الكلمة. كيجي رائع، ما تحتاجيش كاع تشريه من الزنقة، صايبيه في دارك راه ساهل ما كياخدش الوقت. هانتوما البنات كنحط وحده بوحده. الثانيه هذه كيتنفخ بهذا الشكل، كيجي بحال البالونه. رائعه البنات. خلي واحد لايك البنات ما تنساوش، الله يستر عليكم. واشتركوا في القناه الى عجبكم المحتوى ديالي. مرحبا.
كما شفتوا معايا ها نتوما كيتفراق على بعضياتو كيجينا رائع. انا غادي نستمر الاخوات. هذه الخبيزه الثالثه. المهم اختصرت لكم حتى كملت كاع الكريسات اللي عندي. صافي الاخوات ها نتوما كيجي مفتوح من الوسط، خاوي وما فيش الباب، خصوصا الاخوات اللي كيبغيو اللي دايرين الحميه ولا هذا راه هذا الخبز هذا راه مزيان. صافي عندي هنا شلاضه، عندي شويه البصله، عندي شويه مطيشه، البطاطا مقليه، وعندي داك الدجاج اللي صايبت راه خليته في المقيله. صافي وغادي نبدا نعمّرها البنات. كندير شلاضة هي الأولى وكندير عليها بطاطا، بصلة، كل وحدة في ولادي واش بغا، يعني كاين اللي بغا بدون بصلة بدون مطيشة غير الدجاج والبطاطا، وكاين اللي بغا ساندويتش عامر من كلشي. نتمنى حتى نتوما تجربوها الأخوات. الدجاج كيجي فتي ومع فيه ديك الحموضة ديال الحامض وطايف الزبدة وزيت الزيتون، جا بنين بنين بنين. جربوها الأخوات وردوا عليا، الصراحة راه كيجي رائع. نتمنى حتى نتوما تجربوه. هانتوما عمرت الساندويتش الاول، هاد المهم درت شي 8 ديال الساندويتشات، اللي كلا وبغى يعاود راه ماشي مشكل، حنا غير قلال في الدار، يعني يقدر جوج ديال الساندويتشات الواحد راه فاتتهم العيوشات كاع. المهم البنات نتمنى حتى نتوما تجربوا، خليو معكم واحد لايك، اشتركوا في القناه، بارطاجيوها مع الاهل والاحباب. انا نتوما تقدروا ديروا حتى الكاتشاب، الحار اللي عجبكم. انا درت اللي موجود، درت غير المايونيز، وكيجيونا ساندويتشات لذاذين بالدجاج رائع كيجي بنين. شكرا لكم البنات على حسن المتابعه، الى فيديو قادم باذن الله.